نتابع في ملفاتنا مستمعينا الكرام، هذه المرة أيضا ملف هام، ملف مستمعينا الكرام التسوية التي تجري وطاب الأراضي للناس. ملف ممتاز جدا إنه يرصد الناس وحقوقها وممتلكاتها والى آخره. في بعض الثغرات وبعض الملاحظات أشارت لها الأستاذة المحامية زينب السلفيتي في اتصال هاتفي بيننا، وأثرت أن نتحدث فيها للناس حتى الناس تنتبه. مستمعين الكرام، تأخذ الموضوع بالجد، الناس تعرف كيف ممكن تعترض، الناس تعرف ممكن ما يضيع حقها. مستمعين الكرام، أمام هذا المشروع الذي يجري العمل عليه عبر الهاتف مباشرة. مرحبا بك أستاذة، صباح الخير. أستاذ أدهم، بارك الله فيكم وفي إذاعتكم الكريمة. بعض الملاحظات رصدتيها كقانونية حول ما يجري الآن، مشروع للتسوية، تطويب الأراضي وتسجيل بعض الأملاك للدولة لغيره. كيف تتابعين هذا الملف وما هي ملاحظاتك؟ تفضل. هلا أستاذ أدهم، هو موضوع الأراضي من الموضوعات الشائكة جدا فيما يتعلق بالشعب العربي الفلسطيني، لأنه كان في قوانين انتدابية، كان في قوانين عثمانية، في بعضها لا يزال ساري، قوانين أردنية، قوانين تركية. فالآن احنا أنا بدك يعني أتكلم عن تسوية الأراضي، اللي هي يعني تسوية المنازعات اللي والمشاكل والخلافات الموجودة على الأراضي التي لم يسبق عليها أعمال التسوية أو ما تمتش عليها أعمال التسوية. يعني إيش أعمال التسوية؟ هلا إحنا لما نيجي بنقول أعمال التسوية، نيجي بنقول إحنا دائرة تسجيل مثلا أراضي نابلس، دائرة تسجيل أراضي جنين. هون الأراضي التي تكون عليها عملية التسوية بيكون فيها سنة تسجيل اسمه طابو، هيك الناس بتعطيه لقب اللي هو الطابو. هلا الآن الأراضي التي لم يتم عليها أعمال التسوية ممكن تكون فيها جداول علقت ما انتهتش المدة بسبب الاحتلال، ممكن تكون فيها إخراج قيد، ممكن يكون فيها بيوعات بحجج، ممكن يكون فيها بيع بوكالة دورية، ممكن يكون فيها حصر إرث. يعني في لها إجراءات أسباب عديدة للملكية. هلا أنا النقاط اللي بدي أحكي فيها، إن كان بدي أحكي عن التسوية الأصل أن تسوي النزاعات، لكن أنا في عندي إشكاليات إنه في كثير من الشعب الفلسطيني مهجر ما بيعرف بالتسوية. كمان نقطة أساسية عن التسوية وإعلان التسوية، مثل من المدن اللي مثلا أراضيها ما فيش فيها كثير تسوية هي نابلس، يعني عكس جنين تمتاز إنه معظم أراضيها تم تسجيلها في العهد الأردني اللي هي تمت عليها أعمال التسوية. تقريبا أكثر من 90% من أراضي جنين تم تسويتها. بالمقابل نابلس لا، في إخراج قيد مالية وبيتم أي تغييرات أو عليه. لكن هذه أنا بقولها لما بيتم إعلان التسوية الأصل في إعلان تسوية، في أمر تسوية بصدر عن رئيس سلطة الأراضي. هلا النقطة اللي أنا رئيس التسوية، هلا الآن النقطة اللي بدي أقولها أخي إنه أنا في عندي إشكاليات. شو الإشكاليات إنه بيكونوا الملاك الحقيقيين للأرض قد لا يكونوا يحرثوا بإيدهم ولا يكونوا مقيمين في البلد وخارج البلاد. هون أنا في عندي إشكالية حقيقية إنه كثير من الحراثين ادعوا بأراضي ليست هي مملوكة لهم، بيقولوا إحنا الأرض إحنا بنعرفها وحدودها وبيقفوا على رقبتها عند التسوية اللي بتتم ويدعوا بها. هون الأصل أنا يعني لو مأمور التسوية أو مسؤولة في الأراضي، الأصل أن يتم تسلسل الملكية وكيفية كيفية أيلولة هذا العقار إلى فلان الفلاني، لأنه هذا الشخص اللي بدعي بالتسوية بأنه هاي الأرض له سيتم تعليق أول شيء في جدول الادعاءات، في جدول حقوق، ثم سيتم إصدار في جدول تسجيل، سيتم إصدار سنة تسجيل بها بحيث تصبح مملوكة له. طب هلا أنا شو النقطة اللي بدي أقولها؟ الأصل أن يكون هنالك أيلولة للملكية. كيف أيلولة للملكية؟ يعني مثلا شخص بيقول أنا شاري من سنة بموجب حجة سنة 65 أو سنة 50، علما إنه هون بتتم عمليات تزوير كثيرة وكبيرة. يعني بيتم تزوير إنه واحد معه حجة من 65 وهي مكتوبة ب 2020، مأمور التسوية بيقدرش يفحص هاي الحجة وممكن يعطي عدد كبير من الأراضي بدون ما يكون هي أصلا مملوكة له. طب أنا الأصل إني أسلسل الملكية. كيف أسلسل الملكية؟ كيفية الأيلولة. يعني اللي بيقول إنه معاه حجة ومعاه كذا، الأصل إنه يبرز سلسلة الحجج اللي بتكون معاه. يعني أنا شهدت لناس إنه حجج البيع موجودة معهم، فبقولوا لي إحنا يا أختي جدنا الله يرحمه مات ومعناش خبر شو سره معه، ماتوا سره معه مغتربين. قلت لهم طالما حجج البيوعات تسلسلها معكم معناته لم يتم بيع من قبله. ليه؟ لأنه بالعادة لما بيتم البيع كانوا أيام زمان لما يبيعوا بحجة
يكتب على بطن على ظاهر الحجه او باطنها انه تم البيع لفلان الفلاني على نفس الحجه، فبيكون في تسلسل الحجج متكامل بحيث انه يكون ايش؟ انه يكون بيد الشخص المشتري وليس بيد الشخص البائع. فلما بتكون انا بايعه بسلم الحجج وبستلم المصاري. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية اللي حابة أحكي عنها بالنسبة لمدد الاعتراضات، مدد الاعتراضات جعلتها التسوية خلال 30 يوم من تعليق جدول الحقوق. بيتم تعليق جدول الحقوق في اللي هو في بعضهم بيعلقوه في مكان في دائرة تسجيل الأراضي، بيعلقوه بمكان بارز، بيعلقوهم في أماكن محددة حسب ما يحددوها وحسب القانون. لكن النقطة 30 يوم من تاريخ تعليق جدول الحقوق. هذا الجدول اللي الشخص اللي بيكون له منفعة، بيكون له عقار، بيكون له اعتراض على ملكية على شيء، يجب أن يتقدم خلال 30 يوم. هاي 30 يوم مدد الطبيعية لتقديم الاعتراض على الادعاءات التي تمت ما يتعلق بالملكية. طيب هاي في مشكلة برضه أنا بواجهها كمحامية، إنه أحيانا كثيرة لما بدك تيجي تعترض على أرض كبيرة بدك تدفع رسم بدون سند قانوني، مع احترامي لهم. هلا هم بيقولوا لا احنا بنستوفيش هالقد، بنستوفي هالقد، بياخذوا 1% من قيمة العقار. بمعنى لو بده يعترض شخص على الأرض ب100,000 بده يدفع 10,000 دينار حسب تخمينهم، وهذا بحد ذاته كارثي وخطير، لأنه ممكن يكون صاحب الأرض إنسان معوش سيولة نقدية يقدر يعترض عليها. والمشكلة إنه الرسم اللي بيتم دفعه أمام محكمة التسوية بس 1% من 100,000 واحد، مش 10 ولا لا؟ هلا استاذ باخذوا 1% من قيمه العقار المدعى به. يعني مرات انت بتحكي عن مبالغ معينه باخذوا الرسم بيستوفوه 1000 دينار و2000 دينار و4000 دينار و5000 دينار، بيحسبوه بطريقه انه طب انا معترضه على جزء مش معترضه على الكل. طب شو سندكم القانوني؟ يعني عده مرات نراجعهم انه يجب ان يكون الرسم الحد الاعلى 500 دينار، حد اعلى 500 دينار. طب انا صاحبة ارض، اتذكر اجى ناس تعترض على ارض امامي، يعني اجوا يعترضوا على ارض حصتهم فيها 30,000 أو 50,000، إجوا يعترضوا يجب يدفعوا رسم محكمة. الأرض كبيرة لأن بيدفعوا الرسم كأنه 20,000 دينار. طب هل هذا عدل؟ هذه نقطة أنا بوجهها إنه بيتم التعامل. طب أنا متضررة من هذا الكلام. أنا لما بدي أدفع رسم أمام محكمة الدرجة الأولى في بعض الأراضي بدفعوا الرسم 5,000 دينار، وبده يطلع لمحكمة الاستئناف ب5,000 دينار، وبده يطلع لمحكمة النقد ب5,000 دينار، ولو واحد رد له اعتراض بده يطلب مش عارف إعادة ولا كذا كمان 5 أشهر. شو هذا؟ كل قطعة أرض هذا مشكلة. إنه أنا بتصفي صاحب الأرض الحقيقي لا يستطيع أن يدفع ثمن دخول المحكمة. الأصل تكون الرسوم رمزية، الأصل مش تكون الرسوم جبائية تجري ضريبة كأنها. في نقطة ثانية أخي، هاي نقطة الرسم فيها إشكالية كبيرة. الأصل يكون الحد الأعلى 500 دينار، لو بدي أعترض على كثير من الأراضي 500 دينار، أما مش أنت بتحط على تقييماتك وبتدفع كل قيمة الأرض اللي أنت بتحكي عنها. النقطة الثانية أنا حابة أحكيها برضو، المدد اللي هي بنحكي عنها الآن برضو في مأمور التسوية عليه صلاحيات واسعة، ما يقبل أي ادعاء بدون أن يقترن بتصرف بده يكون تصرف حقيقي مع سند ملكية حقيقي يسلسل الملكية زي ما أنا قلت، هل هي إرثا، هل هي كيف آلت له، كيف البيوعات اللي تمت، لئلا يتم عمليات تزوير خطيرة ومروعة تتم ولا يتم اكتشافها. ما بتمش اكتشافها. يعني هذا الكلام اسمع من كثير من الناس بالبلد، والله هذول الاراضي الناس اللي برا اكلوهم لانه فيش حد يطلب لهم، فيش حد يسال لهم، وهذا ما يحصل يا اخي. يعني هي ما سوتش النزاعات، بالعكس هضمت حقوق الناس اللي خارج البلاد. طب طب لو اسمح لي اكمل. هم معهم اللي مقيم في دوله مجاوره لفلسطين ما يعترض خلال سنه، ومعاه خلال مثلا ابعد خلال 3 سنوات بيعترض على انه والله في انا 1 2 3 تم عندي انه تم الاستيلاء. هون انا في المشكله اللي انا بدي اقولها انه في ناس كثير بحكم الغربه، بحكم انه الاحتلال ما بتعرف اراضيها. هل أنا بجردها من أراضيها للحراتين اللي كانوا يحرتوها أو كانوا يقوموا فيها؟ هاي الأراضي كان فيها خطورة كثيرة. ليش؟ لأنها كان ممكن أن يتم استيلاء الاحتلال عليها. فكثير من الناس قد يكونوا أعطوا أوراق صورية إنه أنت أحرت لي أو أنا بملكك إياها، وياخذ ورقة ضد إنه مقابل الاحتلال ما يستوليش عليها. فالناس اللي حرثت الأرض بتقول لك إحنا مستفيدين، لو بيعتبروا نفسهم هم يستحقوا أن يتملكوها لأنهم حموها من استيلاء اليهود. فهلا لما بطل يصير إنه في إمكان الاستيلاء عليها اعتبروها إنها ملكت إلهم، إنها مقابل حمايتهم. هذا يعني أعتقد إنه في إشكالية كبيرة إنه بالنسبة للشعب الفلسطيني فيها. النقطة الثانية برضو إنه في التسوية تختلف المساحات. يعني مثلا بيكون في إخراج قيد المالية مسجل
10 دنمات، على أرض الواقع ممكن يكونوا 100 دنم. فبيجوا شو بيعملوا بعض المجاورين اللي بيكونوا بالأراضي بيقولوا بدهم 10 دنمات دار فلان، أعطوهم 10 وال90 دنم قسموهم علينا إحنا المجاورين. يعني تم أكل أراضي كثير بهذه الطريقة. يعني إحنا بنحكي عن طريقة هلا. طب شو الحل؟ ما نعملش تسوية؟ لا، بنعمل تسوية، لكن بنبلغ الناس اللي بالأردن، بنبلغ الناس اللي في بلاد أخرى بحيث إنه لكم حقوق. نقطة ثانية إنه برضه لازم يكون إنه أهل البلد، كبار البلد، إنهم يجوا مع للمسؤولين، يا عمي هاي الأرض دار فلان وفلان. لكن اللي بيحصل إنه في ناس بنفوذ معين بيستطيعوا إنهم يضعوا يدهم على أراضي، وما حدا من شرهم يجرؤ أن يتكلم عنهم. يعني في إجراءات أخي، أنا بتكلم قانون، بتكلم القانون شو بقول، بتكلم الواقع شو بقول. يعني في أراضي لما تم إعلان التسوية اتضح إنها مبيوعة من نفس الأشخاص لأكثر من حدا. طب شو كيف لمين بدك تعطيها؟ برضه في إشكاليات. هلا الآن أنا بدي أحكيها الآن عن الأصل أن يتم تسوية النزاعات. طب الآن بتكلموا إنه في مسودة قانون متعلق بالأراضي، ومن ضمن التسوية وقدم رئاسة وزراء ومجلس وزراء من العام 2019. طب لو سمحتوا نرجو الاطلاع على هاي النسخة وعلى التعديلات أو التحديثات اللي بتحكوا عنها حتى يكون الشعب الفلسطيني على علم ودراية فيها. يعني أنا كثير أتضايق، يعني مثلا أخي بالنسبة لموضوع الأراضي، موضوع التسوية بيجي الشخص يقدم، ما بشعر إنها محكمة، بيقدم أي اعتراض بقصد ببساطة إنه يقدمه، ما بيكون في إغراق في الشكلية. يعني قانون 40 سنة 52 ما اشترطش الشكلية. بعدين لما بوصل الملف عند المحكمة شو بصير يعملوا؟ يجب أن تكون إجراءات شكلية، محكمة التسوية دقيقة طب أنا المواطنة البسيطة هذا الكلام ما بفهمه، ما بتكلمش كمحامية. المواطن البسيط ما بفهم هاي الإجراءات، بفهم إني أنا والله معترض لأنه حقي 1 2 3. فاعتراضات خاصة المتعلقة بالملكية اعتراضات خطيرة جدا. الأصل أنك تقبلها ببساطة الناس. يعني في 52 لما وضع قانون التسوية الأصل إنه الإنسان اللي له احتجاج يجي يتقدم ويعرض مظلمته. أخي معاذ لو سمح، أخي أدهم لو سمحت، هذا الموضوع شائك جدا ويستحق وقت أكثر من ذلك. أنا بوجه رسالة لأهلي في الضفة الغربية كلها، في الشتات، في المهجر، إنه يا عمي إذا تم إعلان تسوية. أخي برضه نقطة أخيرة جوهرية يجب أن تسمعها، يتم أحيانا تغيير أسماء الأحواض لما بتنزل. يعني مثلا إحنا حوض اسمه الوعر بغيروا اسمه بيعملوه باب الوعد. طب أنا بعرف الحوض باسم كذا، فالناس لما تيجي تعترض أحيانا ما بتعرف على الحوض اسم الحوض اللي بيكون اختلف. يعني بتكون معهم الناس حجج تختلف عن الحجج الموجودة التي تم تغييرها. الأصل المتعارف عليه الاسم أن يبقى هو الاسم للحوض، لئلا يتم تضليل الناس، خاصة الناس اللي مش فلاحة، اللي ما بتفلحش بإيدها، خاصة الناس المالكة للأرض لكنها مش حراتة. يعني مثلا بتلاقي واحد مدرس معلم ما كانش يحرت بإيده، ما كان ينزل بإيده وهو مالك، فأنت بتحرمنيش. وصلت الفكرة أستاذة، وإن شاء الله أنا بعدك بلقاءات أخرى مع نفس دائرة التسوية نتحدث معهم في كل ملاحظاتك. أنا اللي بدي إياه من الناس إنه ماشي حطينا ملاحظات، ما نخاف من ملف التسوية ومن ملف ان اراضينا تتسجل. هلا في بعض الملاحظات في بعض الانتقالات ولكن مش بعبع التسوية ولا فيلم رعب. شكرا جزيلا لك استاذه واسعد الله صباحك. يا سيدي اذا كانت التسوية حتسوي النزاعات وتنصف الناس وغيره كلنا معها، لكن ان يتم الاستيلاء على كميات كبيرة من الاراضي بدون وجه حق، فربنا ما برضى الظلم، ما برضى الظلم. ما هو برضو انا مسافر ومطنش حاله ومش دار عن حاله وين ارضي، بدي اخلي الناس تتصل فيه وتقول لي تعال ودبر وجيب، بدها حراك من نفس الناس وبدها ما حكى ظفرك مثل جدك، الناس تتبع على ملكها. انا مضطر اخرج لفاصل.